السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا قناتي متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة معايا وصفة جميلة جدا جدا يا بنات، وصفة سهلة، وصفة غير مكلفة خالص، من امكانياتها معاك عندك في البيت، مش هتكلفك اي حاجة. وصفتنا النهاردة سهلة جدا جدا. وصفتنا للتمتع ببشرة بيضة كبياض التلج، بشرة جميلة مثل بشرة الكوريات والأجانب. وصفة جميلة جدا جدا يا بنات، مش هتكلفنا أي حاجة خالص. وصفتنا النهاردة عبارة عن كوب أرز. هتجيبي كوب أرز عادي من هو الأرز بتاع الأكل، تحطي كوب الأرز دوت ترفعيه على النار وتحطي عليه كوبايتين مية أو نص كوباية أرز وعليها كوباية مية، يعني حسب الإمكانية حسب المقدار اللي انت هتستخدميه. وهتجيبي نص كوباية المية على كوباية رز على كوبايتين مية، أو كوباية مية على نص كوباية رز، وتولعي عليهم وتسيبيها تغلي، بس ما تغليش قوي، يعني ايه، نص سوا كده، تخلي الرز نص سوا، بحيث ان الميه اللي موجوده في الرز مش عايزاها تنشف، احنا عايزين نستخدم الميه اللي في الرز. الميه اللي في الارز ديت يا بنات هي دي اللي احنا هنستخدمها. هتجيبي الارز بعد ما تجيبيه وهتصفيه، الارز بقى مش عايزينه، احنا عايزين الميه بتاعه الارز، شايفين زي ما احنا شايفين كده. بعد ما سلقتها الميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الميه دي بقى يا بنات هتستخدميها ازاي؟ بعد ما تدخلي تاخدي الشاور بتاعك هتستخدمي الميه ديت، هتسيبيها لحد ما تبرد، يا دوبك تبقى دافيه كده، تاخدي الشاور بتاعك وانت جوه بتاخدي الشاور بتاعك، هتغسلي وجهك بالميه دي. الميه دي يا بنات ليها فايده جامده جدا جدا جدا. طب احنا عايزين نقول ليه الرز؟ لان الرز بيحتوي على ماده اسمها بيتيرا. الماده ديت بتعمل على تجديد خلايا البشره في الجسم. البنات بيستخدمها الخبراء في مستحضرات التجميل، لانها بتعمل على حماية البشرة، وبتتمتعي ببشرة بيضاء وجميلة، ولانها بتحتوي على مادة عالية من البروتينات والفيتامينات، مقابل ان هي بيكون فيها نسبة قليلة جدا من الدهون والصوديوم. عايزه اقول لكم برضو يا بنات ان الوصفه ديت فعاله جدا جدا جدا، وبتناسب اي بشره، لانها ما بتسببش اي حساسيه ولا اي مضادات للبشره بتاعتك. الارز عادي كلنا بنستخدمه في البيت، وكلنا موجود عندنا في البيت. وصفه غير مكلفه تماما، برضو بتعمل على حمايه البشره من اشعه الشمس الفوق البنفسجيه، وبتساعد على عمل مضادات للأكسدة والالتهابات. يعني دي وصفة جميلة جدا جدا، بتحافظ على بشرتك من حاجات كتير جدا. وصفة غير مكلفة، طريقتها سهلة جدا، متوفرة عندك في البيت. الأرز يا بنات مفيد جدا جدا، خصوصا في أكله، أو في خصوصا برضو ان انت تعملي الوصفة اللي انا قلتلك عليها دي، بس لازم تعمليها وانت بتاخدي شاور، لان مسام الجسم بتبقى متفتحة. فمسام الجسم لما بتبقى متفتحة بتساعد على تغلغل الوصفة ديت في المسام. وبعد ما بتاخدي الشاور بتاعك بتغسلي وشك بالمية ديت، صدقيني بتجيب نتيجة فعالة وجميلة جدا جدا. الأرز يا بنات مفيد جدا جدا للبشرة، ويساعدك على التبييض بسرعة. حاولي تعملي الوصفة دي كل يوم ودومي عليها باستمرار، هتحصلي على نتائج ممتازة جدا جدا لبشرتك. الأرز قيمته الغذائية عالية جدا جدا يا بنات، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من المعادن، مثل عنصر الحديد اللي بيكون مهم جدا جدا للبشرة، وبرضو بيحتوي على فيتامين ب وفيتامين ب2 وب1 وب3، لأنه بيحتوي على بيساعد على التخلص من التهابات البشرة والتهابات فوطة الرأس. عايزة أقول لكم برضو فوائد الرز. فوائد الرز يا بنات، مية الرز بالأخص كويسة جدا، بتستخدم كغسول للشعر وكغسول للبشرة، وبتقوي الشعر. يعني برضو ممكن تغسلي شعرك بمية اللي احنا عملناها دي، اللي احنا طلعناها بعد ما سلقنا الأرز، ممكن تستخدميها كغسول للشعر، لأنه بيحافظ على الشعر وبيحافظ على فروة الرأس، بيجعل برضو بشرتك مشرقة وجميلة وأكثر نضارة، بيعالج البشرة من التهابات كتير، بيحافظ على البشرة من حبوب الشباب.
بينعم الشعر وبيطول الشعر وبيزيدوا كثافة. وصفة جميلة جدا جدا يا بنات، واتمنى ان انتم ان شاء الله تعملوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واي استفسار انا تحت امركم، سيبوا لي استفساراتكم تحت الفيديو وان شاء الله برد عليكم. اتمنى تكون وصفتي النهارده يا بنات عجبتكم، وصفة سهلة وغير مكلفة خالص، باذن الله تعجبكم وتجيب نتيجة معاكم. بس ان شاء الله لازم المداومة والاستمرار على الوصفة دي، لان المداومة والاستمرار بتجعلك النتائج بتكون جميلة وسريعة بإذن الله. أشكركم على وجودكم معايا في قناتي، وأشكر كل المشتركين اللي اشتركوا، وأتمنى أن انتوا تشتركوا في قناتي وتعملوا لي سبسكرايب. وإذا عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشتركين. وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم وصفة جديدة بإذن الله.